هذه رسالة للدروز الخونة: لا طاقة لكم بجيش يعشق الجهاد، ولا طاقة لكم بجيش يغار على هذه البلاد، لا طاقة لكم بدولة جيشها شعبها. متى ما أعلن النفير العام قاموا وهبوا ولبوا وجاءوكم بجنود ستنسفكم نسفا إلى جهنم وبئس المصير. يا كلاب الصهاينة المحتلين ويا عملاء الكفرة، 14 سنة ثورة بدأنا فيها بالحجارة ومستعدين أن نجاهد 14 سنة أخرى. الآن الثوار والمجاهدين هم من تولى هذه البلاد بعد عناء طويل دام لسنوات، أكلت من أعمارنا وأجسادنا وأرواحنا وأبنائنا. ضحينا بالغالي والنفيس حتى نحرر البلاد من طغية الإجرام الأسدي، وعندما أصبحنا نحن الدولة لم نحرض على التقسيم ولم نشعركم بالطائفية والعنصرية، رغم أننا نحن السنة الأكثرية، ولم نفرق بين علوي ودرزي وشيعي ومسيحي. والآن أنتم من بدأتم بالفتن والتحريض ووضعتم أيديكم بأيدي الصهاينة المحتلين، فوالله سنضع رؤوسكم تحت أقدامنا يا خونة، وسنجعلكم عبرة لقسد وأذنابها ولكل من يسعى لتقسيم البلاد. وهذا نداء يا أهل السنة الشرفاء: لكل واحد منكم ميتة هو ميت بها، فوالله لا ميتة أعظم من ميتة الجهاد في سبيل الله. حق لكم نصرة هذا الدين، فإن الدروز الأنجاس يرفعون علم الصهاينة في بلادنا. فالآن حان الجهاد. عاودوا الكر واستحيوا من الفر. لن نرضى بحلق الشوارب، فإن الشوارب ستنبت من جديد، ولكن من يعيد الشهداء الذين قتلوا في المعركة؟ والله سنثأر لكل قطرة دم نزفت من شهدائنا. والله لن نرضى إلا بقطع رؤوسكم، والله لن نقبل سوى أن نطهر البلاد من أمثالكم يا كلاب الصهاينة الأنجاس. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.